يجي توفيق عكاشة يتكلم على عبد الناصر؟ ده احنا لما بنختلف مع الرئيس الراحل انور السادات بيقول كده: الرئيس الراحل انور السادات اخطأ في مثلا جمله 99% من اوراق اللعبه في ايد امريكا فعزلنا عن معترك السياسه العالميه، ارفعوا ايديكم عن لبنان فترك لبنان سداحا مداحا، عمل اتفاقيتين خلوا العرب خصمونا وقفنا وحيدين جوه محيطنا الاقليمي العربي، وطن حبيبي الوطن الاكبر زي ما بيتقال في الاغنيه والاوبريت الشهير. فهنا واحنا بنتكلم حتى عن الرئيس جمال عبد الناصر، الرئيس انور السادات بكل خلافاتنا الايديولوجيه معاه، نقول كده: الرئيس الراحل انور السادات اخطأ في كذا، لا نسب ولا نشتم ولا نسفه ولا ايه ده. احنا في حالة مهزلة ومسخرة سياسية غير مسبوقة على الاطلاق في تاريخ مصر. مصر ما شافتش ده في حياتها. بالمناسبة هذه الواقعة هي الواقعة الاولى في البرلمان المصري من اكتر من 160 سنة، من وقت ما انشئ هذا البرلمان ايام الخديوي اسماعيل وحتى هذه اللحظة. تلك هي الواقعة الاولى. بالمناسبة سواء اذا كانت الضرب بالحذاء او انه نائب يظن نفسه برلمان على بعضه ويظن نفسه رئيس جمهورية، واول مرة نائب يروح لعدوك الرئيسي عشان يخليه طرف في مفاوضات مع دولة افريقية شقيقة مهما اختلفت معها. تخيل يجيب الاعداء يخشوا، يعني كارثة كارثة. خلونا